السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. تعالوا شوفوا بقى الصينية الجميلة دي عملناها ازاي بربع كيلو لحمة بس. شايفين الكمية؟ بسم الله ما شاء الله، وشايفين الشكل والريحة، بجد تحفة. تنفع في العزومات، تنفع تعمليها كده جنب طبق مكرونة بعيش، اللي انت عايزاه. شايفين اللحمة طرية ومستوية واخدة اللون الجميل ازاي؟ ما شاء الله، كده حاجة من الآخر. عملنا صينية وكمية كبيرة قوي من ربع كيلو لحمة مفرومة. طبعا ريحتها قلب الدنيا هنا، بجد والله طعمها تحفة. ممكن تاكلها جنب طبق سلطة، طبق مخلل، بعيش، بمكرونة، زي ما انت عايزة. تعالي كده نشوف المكونات كده مع بعض. معايا ربع كيلو لحمة مفروم، زي ما قلتلك ربع كيلو في الأول. ومعايا هنا بطاطساية، بصلاية، كوساية، جزرة، طماطماية، فلفل حامي وبارد. طبعًا إحنا زوّدنا الكمية أكتر من نُص كيلو لحمة لمّا فرمنا عليها الخضار اللي أنتم شايفينه، التوابل ملح، فلفل أسود، توم باودر، بصل باودر، شوية كده من الكمون، ال7 بهارات، زي ما أنتِ عايزة التوابل اللي بتحبيها اعملي بيها. هاجيب هنا المبشرة، وهابتدي هنا أبشر البطاطساية. طب أنتِ لو هتعملي نُص كيلو هتزوّدي في الكمية، بدل بطاطساية واحدة هتبقى 2، يعني بدل الحاجة واحدة هتبقى 2. عشان طعم الخضار ما يبقاش كتير لو هتزودي على ربع كيلو لحمة. بشرت البطاطسية كده زي ما انتوا شايفين، وهبشر الكوساية. طبعا دي وجبة كاملة متكاملة، الناس اللي ما بتحبش الخضار، ما بتحبش الكوسة. طبعا هي طعمها مش ظاهر خالص في اللحمة. انتي ممكن تحطها للي ما بياكلش الخضار، تحطها كده في اللحمة ومش هيعرفها. بشرنا كده البطاطساية والكوساية. هنبشر الجزرة. طبعًا وصفة سهلة وسريعة، ممكن تعمليها كده في رمضان، تعمليها برضه لو عندِك عزومة. هنبشر البصلة. ومعايا هنا طماطماية، الطماطماية طبعًا بتكون ناشفة شوية علشان تعرفي تمسكيها وتبشريها. معايا الفلفل، طبعًا الفلفل لو مش هتعرفي تبشريه بتقطعيه أنتِ، يعني قطع صغيرة. بعد ما فرمت الخضار كله زي ما أنتم شايفين كده، هاقلبه كده في بعضه، الجزر مع الكوسة مع البطاطس مع الفلفل. شايفين الكمية؟ بسم الله ما شاء الله. هانزل باللحمة، وهانزل بالتوابل. اقلبهم كده كويس مع بعض. انت طبعا هتعجنيهم وتقلبيهم كويس قوي لحد لما الخضار كله يندمج مع اللحم.
عجنتهم كده كويس قوي، هسيبهم بقى يريحوا حوالي 5 دقايق او 10 دقايق. كل الخضار اندمج كده مع اللحمة مع التوابل، ما شاء الله ريحتها تحفة. ممكن تدخلها التلاجة وممكن تسيبها على الرخامة. هنبتدي نكورها كده. طبعا الكور اللي انت حباها هي ما بتكشش ولا حاجة، لان نسيت اقول لكم ان انا حطيت معلقة كده صغيرة من البيكنج باودر. زي ما قلت لكم انا نسيت احط معلقة من البيكنج باودر فما جاتش في التصوير. كورت الكمية كده زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله. الكمية دي كلها من ربع كيلو لحمة. معايا هنا حوالي 4 بطاطسيات، قشرتهم وغسلتهم، هقطعهم كده طرنشات. من الأكلات السهلة والسريعة اللي انتي ممكن تعمليها كمان في رمضان. معايا صينية هنا هديها دهنة زيت. ابتدي اخد قطعة من البطاطس وكورة من اللحم. بنفس الطريقة كده كورة من البطاطس وقطعة من اللحم. هنكمل الكمية كلها بالطريقة دي. شايفين بسم الله ما شاء الله، عملت كمية حلوة في الصينية. معايا هنا معلقتين صلصة، الصلصة دي متفرزة. هنزل عليها بشوية ملح وشوية من الفلفل الأسود. وحوالي كده معلقتين من الزيت. هقلبهم كده كويس.
سبتها تفك شوية كده وقلبتهم كده كويس. هبتدي بقى ادهن كرات اللحمة والبطاطس. دهنتها كده، شايفين الشكل؟ بسم الله ما شاء الله. باقي معايا هنا شوية من الصلصة، هنزل عليها كده بحوالي نص كوباية مية. طبعا انتي بتكوني مظبطة الملح. هقلبهم كده كويس وهسقي بيها كده الصينية. طبعا انا هحطها على الشبكة، مش هحطها على الصاج مباشرة. هننزل الشبكة كده في الفرن ونحطها على الشبكة ونولع الفرن. بعد كده لما تستوي هنولع بقى الشواية، تاخد اخر حاجة الوش، عشان الوش يطلع كده جميل زي ما شفناه كده في اول الفيديو. وشايفين بسم الله ما شاء الله، حاجة كده تحفة. اتمنى ان الفيديو يعجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، عشان بإذن الله يوصل لكم كل فيديوهاتي.